3 2 1 0. المجرم السفاح اريل شارون اللي ربنا ورانا فيه آية وشفنا ازاي كان عايش آخر سنين عمره بيتمنى الموت علشان يخلص من عذابه. كتب في مذكراته وقال: توسعنا في كلامنا عن علاقات المسيحيين بسائر الطوائف الأخرى، لا سيما الشيعة والدروز. أنا شخصيا طلبت منهم توثيق الروابط مع هاتين الأقليتين، حتى أنني اقترحت إعطاء قسم من الأسلحة التي منحتها إسرائيل إلى الشيعة الذين يعانون هم أيضا مشاكل خطيرة مع منظمة التحرير الفلسطينية. ومن دون الدخول في أي تفاصيل، لم أرى يوما في الشيعة أعداء لإسرائيل على المدى البعيد. الأستاذ همام اللي درس تاريخ الإسلام قال للولاد اللي كانوا رايحين يحجزوا عنده درس خصوصي: خيانة الشيعة للإسلام والمسلمين مستمرة عبر القرون، وأبرزها وأشهرها خيانة الوزير ابن العلقمي للخليفة العباسي المستعصم في القرن السابع الهجري. ابن العلقمي أقنع الخليفة أنه يقلل عدد الجنود عشان يوفر النفقات، ولما الخليفة وافق على كلامه، ابن العلقمي راسل هولاكو قائد التتار وقعد يزين له فكرة الهجوم على بغداد وسهل له دخولها بعد ما أقنع الخليفة أن مقاومة التتار مستحيلة وأنه لازم يستسلم من غير مقاومة. ابن العلقمي اتسبب للإسلام وللبغداد في كارثة من أعظم الكوارث في تاريخنا كله، كارثة اتقتل فيها 2 مليون مسلم وسالت الدماء في شوارع بغداد مدة طويلة، وانتشر الوباء بسبب جياف القتلى، ده غير ملايين الكتب اللي كانت في مكتبة بغداد واللي رموها التتار في نهر دجلة علشان يعبروا النهر عليها. الكتب دي لو فضلت كان العرب طلعوا القمر من 500 سنة فاتوا. الأستاذ عبد السلام همام اللي دارس تاريخ الإسلام قال لتلامذته: في القرن العاشر الهجري قامت الدولة الصفوية في إيران وقتلوا 1,000,000 مسلم، كانت كل جريمتهم إنهم رفضوا يتشيعوا. ولما دخل الشاه إسماعيل الصفوي بغداد أعلن سبه للخلفاء الراشدين ونبش قبور أموات المسلمين من أهل السنة ومنهم قبر الإمام أبي حنيفة النعمان. ومش بس كده، ده أعلن الحج لكربلاء علشان يصرف الناس عن الحج في مكة. الدولة دي كانت طول الوقت خنجر مسموم في ظهر الخلافة العثمانية، الخلافة اللي كانت وصلت لقلب أوروبا ونشرت تعاليم الإسلام في ألبانيا وبلغاريا والمجر والبوسنة وكوسوفو. الدولة الشيعية تحالفت مع البرتغاليين وعملت معهم اتفاق كان نصه أن يقدم البرتغال أسطوله ليساعد الفرس في غزو البحرين والقطيف، كما تقدم البرتغال المساعدة للشاه إسماعيل الصفوي لقمع الثورة في مكران وبلجستان، وأن يكون الشعبان البرتغالي والفارسي يكونوا الاثنين اتحاد ضد العثمانيين. ملك البرتغال حب أن يطور الاتفاق وبعت رسالة للشاه الصفوي قال له فيها: إنني أقدر احترامك للمسيحيين في بلادك وأعرض عليك الأسطول والجند والأسلحة لاستخدامها ضد قلاع الترك في الهند، وإذا أردت أن تنقض على بلاد العرب أو تهاجم مكة فستجدني بجانبك في البحر الأحمر أمام جدة أو في عدن أو في البحرين أو القطيف أو البصرة، وسيجدني الشاه بجانبه على امتداد الساحل الفارسي، وسننفذ لك دائما كل ما يريد. الأستاذ عبد السلام همام اللي دارس تاريخ الإسلام قال لتلامذته إن التحالف البرتغالي الشيعي كان هدفه تقسيم العالم الإسلامي، وفضل دايما هدف الشيعة وحلمهم الكبير الوصول للبحر المتوسط، وده اللي حققوه لما وصلت عائلة الأسد للحكم في سوريا. وعلشان يحافظوا على تواجدهم على شاطئ البحر الأبيض، شفنا ازاي ما عندهمش مانع انهم يمدوا بشار السفاح المجرم اللي قتل ببراميله المتفجرة مئات الألوف من السوريين الأحرار وما رحمش بوحشيته لا الأطفال ولا النساء ولا الشيوخ ولا الرضع ولا حتى أصحاب العاهات. ورغم كل التوحش ده شفنا ازاي الشيعة ما عندهمش مانع أبدا انهم يمدوه بالسلاح علشان يكمل ذبح في شعبه. السلاح ده ما شفناهوش راح للجولان علشان يحررها، السلاح ده فضل في المخازن 40 سنة مستني ثورة شعبه.
اللي داق من حكمه كل أنواع العذاب. ده غير أنهم أمروا فرعهم في لبنان اللي اسمه حزب الله أنه يدخل سوريا ويعمق جراح السوريين المصدومين في عالم منافق سابهم يندبحوا وهو بيتفرج عليهم في الفضائيات من غير ما تنزل علشانهم دمعة واحدة من عيونهم الوقحة. وكلموني أكتر عن ميثاق الأمم المتحدة، كلموني أكتر عن البند السابع، كلموني أكتر وأكتر عن حقوق الإنسان. ويا ريت بعد كل جرائم الشيعة، بعد كل ده انتهت جرائم الشيعة في سوريا والعراق ولبنان، لكنهم بدأوا فصل جديد من المأساة في اليمن السعيد. الأستاذ همام أو الأستاذ عبد السلام همام اللي دارس تاريخ الإسلام قال لتلامذته اوعوا تفتكروا ان الصليبيين كانوا قادرين علينا طوال 10 قرون من عمر الإسلام. لازم تعرفوا ان اللي ضيع مجد الأمة وظهور دولة الروافض الخاينة. بس أنا مش عاوزكم تقلقوا. الصحوة اللي فيها الأمة دلوقتي وإن كانت بتدفع فاتورتها غالية من دم أطهر شبابها، لكنها شايلة معاها بشاير الانتصار والوحدة. وبإذن الله وقريب قوي بدل ما هنقول اتولد مننا فارس، هنرجع تاني نتباهى في الأشعار ونقول خرج من أمتنا في الألفية الجديدة فرسان.